وفقا لعلم النفس، إذا كنت تصنع سيناريوهات وهمية في رأسك قبل النوم، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب نفسي. إذا كنت تفرط في التفكير في المحادثات الماضية، فهذا يكشف عن رغبة عميقة في الكمال أو خوف من سوء الفهم. وإذا كنت تشعر بالحنين الدائم للأوقات البسيطة، فهذا يعني أنك تبحث عن العزاء في الماضي عندما يصبح الحاضر مرهقا. إذا كنت تستمتع بمراقبة الناس، فهذا يعكس فضولا طبيعيا حول الحالة الإنسانية ورغبة في فهم قصص الآخرين. وإذا كنت تشعر بالغضب غير المبرر أثناء الزحام، فهذا يكشف عن صراع أعمق مع السيطرة وعدم ارتياح مع عشوائية الحياة. أما إذا كنت تفحص هاتفك باستمرار بحثا عن إشعارات، فهو تعبير غير واع عن حاجتك إلى التواصل والتقدير من الآخرين. ومع ذلك، حتى لو كانت هذه الأمور صحيحة، فلا بأس بذلك، فهذا جزء من الحياة، جزء من التجربة الإنسانية. أنت لست مكسورا، بل إنسان جميل بكل ما فيك.